السلام عليكم، مازال مرة في العوان، جيسبر تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم مشوشة بالمرقة ولا تحبوت المرقة، كل واحد كيفاش يقولوا لها، حارة وسخونة وبنينة بأسهل طريقة، خفيفة وظريفة. المقادير تاعها متوفرة كامل في البيت. كما قلت لكم مليحة كي يكون الحال بارد. الوم بلا ما نطول عليكم ندوزو للطريقة والمقادير. في تاني إجراء نديرو بصلة مقطع رقيقة، حبة تاع طماطيش مسكرفجة مع حبة تاع بطاطا، حبة تاع زرودية وحبة تاع اللفت. فوالا مع سنينات تاع ثوم راح نقطعهم هكايا بهذه الطريقة، والكرافس الثاني وفلفل الحار، العدس مع لوبيا، والزيت وفلفل عكري والكمون مع راس الحانوت وفلفل اسود والملح بيان سور. فوالا من بعد راح نخلطهم ونخليهم يتقلاو بهذه الطريقة. من بعد راح نمرق بالماء، ولكن ما تكثروش الماء بتخرج لكم لاصوص بنينة. فوالا نخليها تطيب غير بالعقل. الان راح نحضر المشوشة نتاعي، نديرو فيها 8 حبة تاع البيض، يكون بدرجة حرارة المطبخ، مع قرصة تاع الملح وربع مغارف تاع سميد يكون رطب. فوالا مع مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات ونخلطوهم مليح. من بعد نجيبو مقلاة نديرو فيها الزيت، نخليه حتى وين يسخن. من بعد لازم تنقصوا النار باه تطيب ليكم وتتنفخ غير بالعقل. بعد ما تشوفوها تنفخت كامل طابت يعني، قلبوها وخلوها تزيد طيب من جهة واحدة اخرى. من بعد ما طابت كما راكم تشوفوا راح نقسمها هكايا يا على 4، ولا تقدروا تقسموها ثاني على 8. انا فقط راح نقسمها على 4 كما راكم تشوفوا، يعني طابت خرجت خفيفة ريشة كما نقولوا. ولا الان المرقة نتاعي راهي طابت، رايحة ندير هذيك مشوشة نتاعي داخل المرقة ونخليها تزيد تكمل طيابها غير بالعقل. فوالا هذه هي الوصفة نتاعنا تاع اليوم، مشوشة بالمرقة ولا تحبوت المرقة. نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. مع السلامة، تهلاو في وقتكم.